الموهبة البرازيلية، الموهبة التي ستسحر الجميع. انا اسكندراني برازيلي واسمر برقصة سامبا برقصة سامبا. انت لسه مش اشتركتش؟ اشترك بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة سكوروت، واليوم اول حلقة لاكتشاف النجوم. اليوم يا عزيزي الصفقة فعلا لو جت النادي الاهلي هتغير الهجوم الخاص بالنادي الاهلي تماما. اللاعب رينير، لاعب رينير ده احد اللاعبين الموهوبين في البرازيل، زي ما ظاهر قدامك كده. بعض المواقع البرازيليه والعالميه تحدثت عن هذه الموهبه، وانت زي ما شايف في الفيديوهات قدامك اللاعب جامد جدا جدا جدا. ده انا مش ببالغ الصراحه، زي ما انت شايف في الصور اللي قدامك يا عزيزي. يعني تحركات اللاعب وزاويه الشوط جامده جدا جامده جدا. اللاعب الصراحه موهوب، واللاعب حاليا فري ايوه. في السلسله دي احنا بنحاول ندور للنادي الاهلي، وبتشجيعكم واللايك والسبسكرايب بنوصل الفيديو ده للاداره الخاصه بالنادي الاهلي عشان يشوفوا الموهوبين بجد. عايزين نبقى كشافين للنادي الاهلي، فاليوم احنا بنحاول نساعد فريقنا لاكتشاف الموهوبين. اللاعب رينير لاعب اعداد مباريات قليله، ولكن في عدد المباريات القليله دي قدر يسجل العديد من الاهداف. لعب مع منتخب البرازيل لسن ال 17 وسن ال 20 سنه، واللاعب حاليا 21 سنه لانه مواليد 2003. 21 سنه وفري يا مازن، يبقى لاعب كاتيان. لا مش كاتيان يا عزيزي، اللاعب جامد جدا جدا. يعني اللاعب عنده ثقه في نفسه هايله، اللاعب ما خدش فرصه. اللاعب كل المواقع بتتكلم انه موهبه. في 10 مباريات وما كانش بيشارك اساسي، كان يعني اقل حاجه كان نسبه تسجيله الاهداف هتوصل لمثلا 30 40% وما كانش بيشارك، ما بالك بقى لو شارك. فيا عزيزي ما تنساش تشترك في القناه واللايك والسبسكرايب، عشان تشجيعك ده هو اللي هيوصل صوتنا للاداره. اللاعب موهوب فعلا يعني وفري، واللاعب فري من يوم 13 اغسطس، واعتقد بعد الفيديو ده اكيد في ناس هتشوف الفيديو باذن الله. واحنا عايزين النادي الاهلي هو اللي يستفيد بهذا اللاعب القوي، زي ما شايف قدامك. يعني سرعات في باصات قويه جدا، هو اللي بيجري. ايوه اهو، شوف لا لعيب. ف تنساش بقى تشترك في القناه واللايك الجميل زيك او زيك عزيزتي، والسلام.